تجيب لابتوب ايه للبرمجه؟ السؤال ده انا اتسالته كتير جدا. انا جاي اقول لك ايه اللابتوب المناسب ليك ويكون سعره حلو، واقول لك برضه تجربتي الشخصيه كمبرمج مع اول لابتوب استخدمته. احب اقول لك ان اي لابتوب هيشغلك في البرمجه زي الفل، ولكن لو انت بادئ البرمجه في مجال زي الويب مثلا اي لابتوب هيمشيه، بس اهم حاجه يكون البروسيسور بتاعه مش اقل من اي 3 جيل رابع او خامس، وتكون الرام بتاعت اللابتوب مش اقل من 8 جيجا او 16 جيجا، والامكانيات دي هتكون كافيه قوي انها تمشيك في البرمجه في البدايه. اما لما مستواك يتطور وتعمل مشاريع تقيله، تشتغل على داتابيز وعلى سيرفرات وتفتح 200 او 300 تاب على كروم تقعد تدور على حل مشكله، فساعتها اللابتوب ده مش هيمشيك خالص، فانت هتكون محتاج لابتوب اقوى شويه يمشيك في المرحله دي. طيب لو انت اخترت مجال زي الموبايل ديفلوبمنت مثلا، ساعتها هتحتاج لابتوب يكون اقوى شويه علشان انت هتستخدم برامج تقيله زي اندرويد ستوديو وغيره، وكمان هتستخدم ايميوليتور اللي هو المحاكي اللي بتجرب عليه الابلكيشنز اللي انت بتعملها، فساعتها اللابتوب ده مش هيمشيك خالص، وهتضطر ان انت تجيب لابتوب يكون اقوى شويه. انت هنا في المرحله دي هتحتاج لاب على الاقل يكون اي 5 ويكون جيل خامس او سادس على الاقل، وتكون الرام بتاعته من 8 ل 16 ل 32، ويفضل 16. 8 هتبقى صعبه و32 كتيره شويه. طيب ايه اللاب المناسب ويكون سعره كويس؟ عندك لابتوب زي اتش بي نوت بوك 15 اي 3 جيل سادس، واللابتوب ده تقريبا سعره 5000 جنيه مستعمل. اما لو دخلت في مجال الموبايل وهتستخدم ايميوليتور، فعندك لابتوب اتش بي 840 جي 3 اي 7 جيل سادس، واللابتوب ده تقريبا سعره 7000 جنيه مستعمل. انا الاسعار دي دورت على النت الناس عارضه اللابات بتاعتها للبيع وقلت لكم عليها عشان اجيب لكم رينج الاسعار، بس لو انت رحت وبحثت على جوجل وكتبت لابتوب مستعمل اي 3 او اي 7 جيل رابع او خامس، هتلاقي اكتر من موقع بيوفر لك لابات كتير مستعمله. بس خلي بالك وانت بتشتري، وانا عن رايي الشخصي وانت بتشتري شوف حد عنده اللابتوب بتاعه بيبيعه وتاخده منه بشكل مباشر. وعلشان اثبت لك انك في بدايه الطريق مش محتاج لابتوب قوي خالص، ده اللابتوب اللي انا بدات بيه، ده اتش بي بافيليون دي في 6. اللابتوب ده تقريبا جبته من 6 سنين ب 4 او 5000 جنيه. هو هنا اللابتوب مخلع شويتين ثلاثه، انا شايل انتنه الواي فاي طبعا، والهارد اتشال خلاص، مستخدمه هارد اكسترنال بنقل بيه حاجات، هو اللي فاضل فيه الرامات والبطاريه. هو لفتره اخيره كان اللابتوب ده شغال، بس هو بدون اي تفسير فصل. انا كنت منبهر ان كلمه اتش بي دي بتنور. ده كان اي 7 جيل تاني، وانا ما انصحكش خالص تجيب اي حاجه يكون جيل قديم. هات اي لابتوب يكون جيل رابع خامس سادس، كل ما بتعلى بالجيل كل ما اللابتوب بيكون احسن وبيعالجوا فيه مشكله السخونيه. بس اكتب لي في التعليقات تحت، يا ترى انت لسه محتفظ باللابتوب بتاعك القديم اللي انت بدات بيه؟